تواصل إدارة الاتحاد المكلفة بملف الصفقات خلال الميركاتو الصيفي العمل على دعم صفوف العميد بمحترف أجنبي بديلا للمصاب أحمد حجازي. وكان حجازي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خضع على إثرها لجراحة ناجحة في لندن، مما جعل مستقبله غامضا مع الفريق في الموسم القادم. وكشفت صحيفة الشبابية أن الاتحاد استقر على دعم مركز الدفاع بقائد منتخب السنغال كاليدو كوليبالي لاعب تشيلسي الإنجليزي، وذلك خلال الميركاتو الصيفي. وأوضحت الصحيفة أن السنغالي كوليبالي سيكون بديل المصاب أحمد حجازي في الاتحاد، خاصة مع الاستقرار بنسبة كبيرة على إنهاء عقده معه بالتراضي. وبرز أكثر من اسم أجنبي لخلافة أحمد حجازي خلال الموسم المقبل في فريق الاتحاد، أبرزهم الهولندي ستيفن ديفري مدافع نادي إنتر الميلان الإيطالي. يذكر أن الاتحاد نجح في حسم التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وبات قريبا من إعلان صفقة مواطنه نغولو كانتي، فيما لا زالت المفاوضات مع الألماني الكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي جارية من أجل الظفر بخدماته في الميركاتو التاريخي الذي يقوم به الاتحاد. ويدعم نادي الاتحاد صفوفه بعدد من الصفقات المميزة من أجل الظهور بشكل مميز وحصد ميدالية في كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 12 و 22 من ديسمبر المقبل.